الرحمن الرحيم. وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين نحييكم ونرحب بكم من انطلاقات وتحديات ثاني الايام لسن اللقايه وتحديات الفتره الصباحيه، وكما نذكر انطلاقه الفتره المسائيه باذن الله تعالى عند الساعه 1:01 ظهرا من مساء هذا اليوم. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في الفتره المسائيه. إذا انطلاقة شوط الختام في الفترة الصباحية، شوطنا العاشر للأبكار اللقاية وحضور هذه الأسماء وتواجد هذه الشعارات المتواجدة. المركز الأول ومقدمة الشوط شعار النويعس الذي حظى بالمركز الأول قبل قليل، يقدم لنا الآن شعاره مع تقدم في هذه اللحظات وتحديات انطلاقة محمد بن علي بن قريع، يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات مطلة وأحلى طلة اليوم يا أبو علي. مع هذا الشعار يقدم لنا مطلة، ولكن من غير الآن بن مروشد. تقدم الآن راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، يقدم لنا شعاره مع انطلاقة كحال. كحال هي المتواجدة مع المركز الثاني وتحاول أن تغير إلى صدارة الشوط. المركز الثالث أتابع القدوم من جولة، واليوم أحلى جولة مع انطلاقاتها، ومسلم بن دحام بن مسلم بن عبد الله المزروعي يقدم لنا جولة مع المركز الثاني. تسللت إلى ثاني التحديات المركز الثالث. وتابع القدوم من سحيم موسى بن عودة بن سالم السليم العطو، يقدم لنا شعاره، يتقدم مع انطلاقاته مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع القادم الغزي السويحي بن خلان بن عايش الشمري، يقدم لنا انطلاقات الغزيل مع المركز الرابع. المركز الخامس غنايم فالح بن فهد بن ناصر الهاجري، وأيضا شعار من قريع يتحرك مع انطلاقة مطلة. من تطل بهذه الطلة أيضا القادمة وصلت حراقة علي بن محمد بن طالب المري قادم، وأيضا الأسماء غير ثابتة تتغير في هذه اللحظات. وصل بن عقيل صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت مع شواهين. هكذا متابعينا الاعزاء، ونعود الى المتألق، الى ابناء زعبيل، الى ابناء دبي، من يتقدمون مع كحال بمتابعة حمدان. من يراقب لنا هذه البطلة كحال، يتقدم شعار المتألق راشد بن محمد بن مروشد، يتقدم الآن مقدما لنا كحال. أبناء دولة الإمارات يتقدمون مع هذا الحضور الجميل. معك يا أبو محمد، يقدم لنا الانطلاق، يقدم لنا الاندفاع. معك حالك حالك حال، وكحل عينك يا متابع بكحال وأدائها، بكحال وحضورها الطاغي على صدارة الشوط. ولكن أول نداء للمركز الثاني، وصلت عسيلة يا عسيلة. القادم عبد المحسن بن طالب بن علي المري يتقدم مع عسيلة. عسيلة عسيلة تتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث أول نداء لانطلاقة وهيلة حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي مع المركز الثالث. المركز الثالث تتقدم بالرقم 33 ومع ثالث التحديات. المركز الرابع بن عقيل، يتحرك صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت المري مع شواهين مع المركز الرابع. المركز الخامس فالح بن فهد بن
ناصر الهاجري مع غنايم يوم الغنايم، يوم الغنايم يا فالح يا بن فهد يا بن ناصر يا الهاجري مع المركز الخامس. أرى الاسم القادم وصلت الآن وحضرت الآن وصفه طالب بن محمد بن هادي بن هليل الغفران، ولكن بن مروشد الله يكحل. الله يا راشد يا بن محمد يا بن سعيد يا بن مروشد المتألق في كل مكان يتألق الآن. الكيلو الأخير، الكيلو المثير، كيلو الانتصار، كيلو الفوز، وعبرت الآن، عبرت كحال، عبرت هذه البوابة. حمدان يا حمدان تابع هذا الامتحان. وصل بن جبران، اللقاء ينعاد مع اللقاءات اللقاية، ولكن كحال ابناء زحبيل الله يكحال. بسم الله عليك يا كحال، بسم الله حواليك يا كحال، نتمنى لك السلامة يا كحال يا كحال يا كحال. اذكر الله يا متابعين، بن جبران يتحرك، ولكن بن مروشد، بن مروشد ابناء زحبيل، ابناء زحبيل، ابناء زحبيل الحظ السعيد يا بن سعيد. الله يكحال كحال كحال، نتمنى لك السلامة، سلامتك اليوم النوماس، وان جابت النوماس نوماسين. الله يكحال، بسم الله بسم الله بسم الله يكحال. الله يا بن مروشد، الله يا راشد يا بن محمد يا بن سعيد يا بن مروشد، كحال 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 الى زحبيل رغم الظروف، رغم الظروف لا ظروف مع البطل بن مروشد المتألق حمدان. وراشد مشكور على هذا الأداء، ونحمد الله على سلامة هذه البطلة إلى وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني سالم بن جبران قدم شعاره مع شديده سالم بن جابر بن محسن الجربوعي. المركز الثالث شعار فالح بن فهد بن ناصر الهاجري مع غنايم المركز الرابع. إذا كان تدخل سريع للغاية في هذا الشوط. تهانينا من الأعماق لراشد محمد بن سعيد بن مروشد على فوز كحال رغم الظروف التي حصلت، ولكن الحمد لله على هذه السلامة الجميلة الذي حضرت بها. تهانينا والمبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وعلى هذه السلامة إلى وصولها إلى خط النهاية، معلنة الفوز والانتصار رغم الظروف التي واجهتها هذه البطلة وهذه النجمة. إذا لقطات الإعادة لنوافيكم بالخمسة المراكز الأولى، أيضا التوقيت الزمن الذي رافق البطلة كحال راشد محمد بن سعيد بن مروشد مشكور يا المتألق. وتهانينا للمضمر والمتابع الدائم لهذا الشعار حمدان بن محمد بن مروشد. إذا متابعينا الأعزاء، لحظات الوصول ولحظات الانتصار في هذا الشوط الجميل مع المركز الأول. لحظات الوصول مع هذه البطلة، التوقيت الزمني 7 دقائق 42 ثانية 68 جزء من الثانية. المركز الثاني شعار شديدة وشعار بن جبران 7 دقائق 44 ثانية 57 جزء من الثانية. المركز الرابع شعار في هذه اللحظات مع المركز الرابع، الشعار في هذه اللحظات رابع المراكز أتى شعار عبد الله بن محمد بن حزام بن نديل المري مع جبارة. المركز الخامس شعار في هذه اللحظات مع خامس التحديات محمد بن راشد بن نايع بن راشد الغفلي مع قرار. إذا تهانينا لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد مع كحال مشكور يا المتألق إلى زعبيل السلام. وختام الأشواط مسك مع كحال البطلة الذي واجهت الظروف ولكن استطاعت خطف الانتصار. تهانينا والف مبروك. إذا متابعينا الأعزاء، نذكر بانطلاقة الفترة المسائية بإذن الله تعالى عند الساعة 1:30 ظهرا انطلاقة أشواط اللقاية، وفي مساء اليوم 20 شوط. نتمنى التوفيق للجميع. إلى ذلك الحين نستودعكم الله.